الوصفه بتاعتنا النهارده رولات البيتزا هتنافس وبقوه السينابون. انا بعتبرها او بقول عليها السينابون الحادق. يعني احنا دلوقتي فريقين، فريق السينابون الحادق والسينابون الحلو. انا مع فريق السينابون الحادق وهعمل معاكم رولات البيتزا دي حاجه فظيعه. يلا لو عايزه تشوفيها شوفي معايا الفيديو. ما قلت لكم احنا النهارده هنعمل البيتزا رول او رول البيتزا او السينابون الحادق. الوصفه دي وصفه اقتصاديه سهله جدا موفره، هنعملها على الفطار او على العشاء او ياخدوها معاهم كمان المدارس. هي وصفه سهله وممتازه جدا. هي عباره عن رولات بنحشيها بحشوه البيتزا. طبعا كلنا عارفين الحشوه بتاعت البيتزا، شايفين شكلها عجينه قطنيه رهيبه. ممكن كمان الاطفال ياخدوها معاهم، اللي بيحبوا ياخدوا حاجات زي كده معاهم في اللانش بوكس. دي هتبقى احسن من الميني بيتزا لان التوبنج بتاعها مش هيقع من عليها، فتروح ياخدوها معاهم بقى سهل جدا انهم ياكلوها. شايفين الجمال ده؟ بس قبل بقى ما نبدا الفيديو، لو اول مره تشوفيني دي قناتي تشتركوا فيها ولايك لو عجبكم الفيديو. يلا نبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه هنعملها هنجيب كوبايتين حليب دافي او ميه. لو ما عندكيش حليب تحطي ميه عادي. وبعد كده هنحط عليهم معلقتين خميره او كيس الخميره الفوريه اللي هو بيتباع كيس على بعضه دوت، وهنحط معاهم شويه سكر، ونبدا بقى نقلبهم بالمضرب اليدوي. نفضل نقلب فيهم كده لحد ما يتمكسوا كويس مع بعض. وبعدين بتطلع بقى فقاقيع فوق كده تعرفي منها ان الخميره بتاعتك شغاله كويس. بتحطي بقى حوالي معلقه ملح وتقلبيها برده كويس كده. وبعد كده بقى نجيب الدقيق بتاعنا، 3 كوبايات دقيق، 3 كوبايات او 3 كوبايات وربع، حوالي نص كيلو، نص كيلو دقيق يعني. ده شكلها. طبعا هي كده محتاجه دقيق، بنفضل نكمل عليها دقيق. واحنا بنعجن بنحط لها حوالي معلقه زيت او معلقتين زيت، وبنكمل العجن بتاعنا. العجن بياخد وقت حوالي 10 دقايق، لكن لو انتي شغاله بالعجان ما بتاخدش كده، بياخد حوالي من 3 ل5 دقايق. بنطلعها من البوله. هنشتغل على الرخامه او على مفرش العجين. بنعجن تاني ان العجينه بتاعتك عشان تطلع مظبوطه وهشه وطريه زي ما انتوا شفتوها في اول الفيديو لازم تاخد حقها في العجين حوالي 10 دقايق. بعد كده بقى بنجيب البوله وبنمسحها بالزيت ونحط فيها العجين ونغطيه وبنسيبها تخمر حوالي ساعه. هو تبع الجو، لو الجو حر بتاخد حوالي ساعه، لو الجو بارد او نص ساعه معلش، لو الجو بارد بتاخد ساعه او اكتر. احنا طلعناها زي ما انتم شايفين كده، كانت نفشت وكبرت. بنديها بنضغط عليها عشان نفضي منها الهواء. انتي بتلاقيها نافشه كده، بتفضلي تديها البوكس التمام عشان خاطر الهواء بتاعها يفضى. بنطلعها. شايفين عامله ازاي معانا؟ دي النتيجه، نتيجه ممتازه طبعا بتعرفيها وانتي شغاله فيها في الاول قبل ما تستوي كمان. بنحطها بقى على الرخامه او على مفرش السيليكون بتاع العجين، وبنحط عليه دقيق ونجيب النشابه ونبدا نفردها. طبعا الناس اللي لسه معايا في الفيديو لحد دلوقتي، يا ريت لو الفيديو عجبكم تعملوا لايك، ولو اول مره تشوفوني تشتركوا في القناه. زي ما انتم شايفين اهو كده احنا فردناها على الرخامه او على المفرش. شايفين الحجم ده؟ نبدا بقى نجيب معانا صلصه البيتزا. لو عندك صلصه جاهزه بتحطيها، ما عندكيش صلصه جاهزه بتجيبي معلقتين صلصه ومعلقتين كاتشب وتقلبيهم على بعض وتحطيهم. عندك بقى اي نوع جبن، زيتون، يعني لانشون، تحشيها اي حشوه انت حباها. انا كان عندي جبنه شيدر حطيتها فوق الصلصه، وكان عندي كمان فراخ كنت عاملاها زي الشاورما كده حطاها في التلاجة، كان باقي منها، رحت مطلعه اللي باقي وحطيته. وبعد كده حطيت فوق منها الايه الجبنه الموتزاريلا. شايفين؟ انا اوعدك لو مشيتي على الطريقه بالظبط من اول الفيديو لاخر الفيديو هتطلعي حاجه ممتازه بجد ممتازه. هنبدا بقى نرولها او نلفها كده اهو، وطول ما احنا بنلف بنقفلها من الجناب، لان زي ما انتم شايفين الحشوه بتاعتها كبيره. يعني انا حاطه لها الفراخ مخليها تخينه شويه يعني. طبعا العجينه بتاعتنا لما بتبقى ناجحه بتتلف كده زي ما انتم شايفين، سهل جدا. لكن هي لو فيها بقى مشكله هتتقطع وتتفتح، فعشان كده بقولك تشوفي تمشي على الطريقه من اول الفيديو لاخره، او طريقه العجينه بالظبط هتطلعي عجينه ممتازه. وبالمناسبه العجينه دي تنفع لكذا حاجه مش للبيتزا بس. كده قفلناها وده شكلها النهائي. هنعوز بقى نقطعها رولات. هنقطعها ازاي؟ الافضل بلاش بالسكينه، السكينه مش هتمشي كويس في العجين. هنجيب خيط، الخيط العادي بتاعنا بتاع الخياطه دوت،
ونحطه تحت العجينه كده ونشد زي ما انت شايفاه. شفتيني عملتها ازاي؟ نعملها كمان مره. طبعا السمك اللي انت عايزاه يعني اهو، وبنشيلها بتتشال معانا بكل سهوله. بيبقى معانا بقى صينيه او قالب دهنينه زيت بسيط خالص، ونرص فيه البيتزا بعد ما بعد ما بنقطعها رولات البيتزا بالشكل ده. بعد بقى ما رصيناه بنغطيها تاني ونسيب العجينه تستريح تاني حوالي نص ساعه قبل ما نحطها على الفرن. في الفرن، الفرن بتاعنا لازم بتكون درجه حرارته عاليه من 180 ل 220 تبع الفرن بتاعك. في فرن بيبقى هادي وفرن بيبقى عالي، فمن 180 ل 220 ما تقلش عن 180. قبل ما نحطها في الفرن بنجيب شويه زبده نسيحهم او حبه زيت او سمنه، وبندهن الوش بتاعها دهنات بسيطه كده ونحطها في الفرن. بتاخد حوالي ربع ساعه او تلت ساعه بالكتير، او ما بتزيدش عن كده. طبعا انت بتتابعيها. بتطلع قدامنا شايفين الجمال بالشكل الجميل اللي انتوا شايفينه دوت. بندهن الوش بتاعها تاني شويه سمنه، وبعد كده بنجيب فوطه نظيفه او اي يعني قماشه عندك نظيفه، وبنبلها بلل بسيط او يعني بنبلها ونعصرها جامد، اسمها منديه يعني بننديها ميه، وبنغطي البيتزا بتاعتنا اول ما بتخرج من الفرن. ليه بقى الحكايه دي؟ بنعمل كده عشان تفضل معانا طريه لاكبر وقت ممكن. بتطلعيها بتلاقيها طريه فظيعه. مهم جدا انك تحطي عليها الفوطه المنديه دي. شايفين الجمال؟ طبعا انت ممكن تعمليها وتعينيها في الفريزر فتره، وبتطلعيها تحطيها في الميكرويف بتطلع فظيعه كانك لسه عاملاها. طبعا احنا عملنا اهوت الوصفه بتاعتنا من غير اي افتكاسات، وهتطلع احسن واجمل من تحت المحلات. واتمنى ان الوصفه تكون عجبتكم، ويا ريت تجربوا الوصفه وتقولوا رايكم فيها، واشوفكم ان شاء الله في فيديوهات جديده.